النهاردة هنتكلم في موضوع كلنا شايفينه حوالينا كل يوم. موضوع ان الواحد بيسيب الحاجة اللي بتريح قلبه ويمشي ناحية الحاجة اللي بتوجعه، يا يسيب الحنية ويمشي ناحية القسوة. في ناس قلبها بيكون طيب قوي، الناس دي لما بتتعامل بالراحة، تقول خدي راحتك او اعملي اللي يريحك او اعمل اللي يريحك. الناس دي بتحب من غير ما تحسبها، بتحب عشان دي طبيعتها كده. وفي ناحية تانية خالص فيها اوامر وشدة، فيها لازم كده وما ينفعش كده. الغريبة ان الواحد ساعات بيسيب الناس الطيبة دي ويمشي ناحية الشدة للأسف. ليه؟ عشان احنا اتعودنا ان الحب لازم يبقى فيه خناق وزعيق، ونفتكر ان الشدة بتكون اهتمام، ونفتكر ان الزعيق خوف علينا. لكن الحقيقة بتكون باينة قوي. الحنية عمرها ما كانت ضعف ابدا، الحنية دي بتكون جدعنة. جدعنة ان الواحد يمسك نفسه ويعامل غيره كويس. والشدة ساعات بتبقى تعود او طبع، او الواحد ما عندوش ضمير. ولازم كلنا نفرق بين الاتنين كويس قوي. طيب ليه الواحد بيسيب الطيب ويمشي ناحية القسوة؟ عشان الطيب بيكون مضمون للأسف، موجود كل يوم وبيسامح بسرعة قوي، وبيفهم من غير كلام. فالواحد بياخد راحته معاه قوي. كلمة تزعله تتقال عادي، تصرف يضايق بيحصل، رد وحش يطلع وهو ساكت مش بيتكلم. ساكت مش عشان هو مش حاسس، لأ، ساكت عشان بيحب، ساكت عشان مش عايز يخسرك. اما من ناحية الشدة الواحد بيبقى خايف وماشي بألف حساب. كل كلمة لازم تتوزن قبل ما تطلع، وكل تصرف بيتحسب 1000 مرة، عشان خايف من الزعل وخايف من العقوبة. بس في نقطة مهمة قوي لازم الكل يفهمها. الطيب ده بيكون بني ادم برضه، ليه طاقة وليه قلب، وبيتعب من الكلام الوحش، وليه لحظة بيقول فيها انا استحملت كتير. ممكن في يوم يزهق، وممكن في يوم يقول خلاص انا تعبت. في اليوم ده بياخد قراره ويمشي بجد من غير ما بيرجع. وساعتها الواحد بيقعد يدور عليه في كل مكان ومش هيلاقيه، بيسأل فين اللي كان بيطبطب وفين اللي كان بيقول براحتك، ومش هيلاقي إجابة عشان هو اللي بعده عنه بإيده. الطيب لما بيمشي من غير رجعة. القلب لما بيتقفل خلاص. طيب بعد كل الكلام ده هنعمل ايه عشان ما نوصلش للمرحلة دي ومش نندم بعدين؟ الحل بيكون بسيط قوي ومش مكلف خالص. نحافظ على الحاجة الحلوة اللي موجودة في الحياة، ونقدرهم ونقول شكرا ونقول كلمة حلوة تفرح القلب. نحسسهم ان هما موجودين ووجودهم فارق معاهم ومهم. ما نستغلش ده ابدا، انها موجودة او موجود وساكت ومستحمل. والحاجة اللي كلها قسوة وشدة، الافضل البعد عنها شوية، عشان الواحد لازم يعرف ان الراحة عمرها ما كانت في الشدة والزعيق. الراحة الحقيقية في الهدوء وفي الأمان. الراحة لما الواحد ينام وقلبه مطمن ومش خايف من الكلمة الجاية الصبح. الراحة لما الواحد يحس انه متقبل زي ما هو، بعيوبه قبل مميزاته ومن غير اي شروط. وفي الاخر وفي الاول هو كل واحد في الدنيا بياخد على قد زرعه. اللي زرع حنية وطبطبة هيلاقي برضو حنية وطبطبة ترجعله، واللي زرع قسوة وكلام يوجع هيلاقي برضو قسوة وكلام يوجع يرجعله. والدنيا دوارة قوي، واللي بنعمله في الناس بيتردلنا. الكلام خلص، بس لو حد موجوع ربنا يريح قلبه، ولو حد بيوجع حد طيب يراجع نفسه قبل ما يمشي.